طويل قوي. تعالوا بقى اخدكم معايا خلال اليوم. اول حاجه كده رحت متاخر شويه فما لقيتش بقى ركنت بعيد قوي عن الجيم، قلت مش مهم تبقى رياضه قبل الرياضه نفسها، فرحت على كلاس اليوجا على طول. تعالوا بقى نشوف الكلاس. خلصت بقى كلاس اليوجا وبتاخد اخر ربع ساعة كده نعمل فيها مديتيشن، بجد بتبقى حلوة قوي، بنفصل عن كل حاجة. هبدأ بقى اعمل تمارين النهاردة، هعمل تمارين الابر، هعمل تمارين واطلع على طول اخلص الشغل بتاعي واعمل الفطار بتاعي عشان يومنا النهاردة طويل قوي زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت خلصت وعملت بقى اول ما روحت جهزت الفطار بتاعي. عملت فطار شبه بتاع امبارح، غيرت بس في حاجات بسيطة، زودت السلطة وعملت معاه نسكافيه واخدت افوكادو زيادة عن امبارح، وكده فطار لذيذ وصحي وفي نفس الوقت سريع قوي. وانا بقى مكمله معاكم نص اليوم التاني. بجد السما كان شكلها حلو قوي فكان لازم اصورها، كانت عامله زي الصور اللي بنشوفها كده على الانستجرام والحاجات دي كلها. وبعدين اخدت السناك بتاعي بقى برتقانايه وانا بخلص الشغل، وبعدين بقى هنا جهزت عشان عندي كاتب كتاب واحده صاحبتي. قولولي بقى ايه رايكم في الاوتفيت. كان نفسي اصور لكم الصراحه المكياج بس الصراحه كنت مستعجله جدا ومكانش عندي وقت. وبعدين بقى هنا اخدت كام صورة كده وانا نازلة. ده كده الاوتفيت بتاعي، يبان ان هو فستان بس هو في الحقيقة جامب سوت، فقولولي بقى ايه رأيكم فيه. هنا بقى كان صورة صراحة خدتها بالصدفة بس كان باين فيها شوية الميك اب فعجبتني. رحت بقى على المكان على طول وبعدين بقى اخدت كام صورة كده وانا ماشية، والحمد لله رحت متأخرة بس ربع ساعة فما تأخرتش قوي على كتب الكتاب وكان لسه ما بدأش فبسطت قوي. طبعا هتلاقوني في اي مراية لازم اتصور فيها. وده كده وانا رايحة على المكان. ديكور المكان كان حلو جدا، كان سامبل وكان في نفس الوقت اوبن اير، كان شكله حلو جدا. وهو عبارة عن كتب كتاب وكان بس كتب كتاب وخلاص. فهنا المأذون ده بجد كان فظيع، واكتشفت ان هو اصلا مشهور على السوشيال ميديا، هو من الازهر بس بجد كان فقرته لوحدها رهيبة. هنا قلنا بقى مبروك للعروسين ودعينا لهم كلنا. وهنا بقى كام صورة عند الكوشة واسيبكم مع شوية صور وارجع لكم بقى بعد ما اخلص. فكرة حلوة قوي، وزعت علينا مية زمزم فبجد حلوة قوي وشربناها ودعينا لهم بالتوفيق والخير يا رب، ربنا يكتب عليهم كل الخير ويعيشوا في سعادة وفي سلام. وده بقى وانا مروحة اخر اليوم. بصراحة الجو كان حلو قوي وانا كنت مندمجة جدا مع الاغنية. وبعدين بقى هنا خلاص كنت بجد حرفيا تعبانة جدا والهيلز كانت عالية قوي، فاول يدوب ما روحت قلعتها على طول واتغديت بقى عشان كنت جعانة جدا. باخد بالي دايما ان كل وجبة يكون فيها نسبة البروتين عالية، فعملت بقى الفراخ وعملت معاها البطاطس الخطيرة عملتها لكم قبل كده. وبعدين بقى كنت هنزل تاني فروحت ولبست لبس المريح ده والكروكس وبس كده. باي.